السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن فريد شوقي وسر التنازل عن شرطه التاريخي. وحش الشاشة فريد شوقي نجم لا يقبل الصف الثاني إلا أمام قلبه. في تاريخ السينما المصرية يبقى اسم فريد شوقي علامة مميزة لا تتكرر، فهو وحش الشاشة الذي حفر اسمه بحروف من نور، ولم يقبل يوما أن يكون في غير مقدمة الأفيش. بعد سنوات طويلة من الكفاح الفني أصبح نجم الشباك الأول، وتهافت عليه المنتجون ليحمل أفلامهم على كتفه بثقة وثبات، وكان من الطبيعي أن يصر أن يتصدر اسمه الأفيش كشرط أساسي للعمل بعدما أصبح واحدا من أعمدة السينما العربية. ورغم هذا التمسك الصارم، إلا أن فريد شوقي قدم الاستثناء الوحيد في حياته المهنية بعد زواجه من الفنانة الكبيرة هدى سلطان، فقد تنازل وحش الشاشة عن شرطه التاريخي وقبل أن يأتي اسمه في الترتيب الثاني إلى جوار زوجته هدى سلطان التي شاركته بطولة عدد من الأعمال السينمائية الناجحة. لم يكن هذا التنازل ضعفا وتراجعا، بل كان تقديرا وحبا واحتراما لزوجته وشريكته في الحياة والفن. لكن المفارقة أن هذا الاستثناء لم يتكرر إلا معها فقط، فإذا شاركته أي فنانة أخرى البطولة كان يعود لتمسكه الكامل بشرطه المعروف الصدارة أولا، إلا أمام هدى سلطان. قدم فريد شوقي وهدى سلطان معا واحدا من أنجح الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، جمعهما الانسجام الفني والقوة التمثيلية والكاريزما التي جعلت الجمهور ينتظر أي عمل يجمعهما، ولم يكن المشاهد يكتفي بمشاهدة فيلم واحد لهما، بل كان يبحث عن كل عمل يضم هذا الثنائي الذهبي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.